السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نلتقي وإياكم مع مباريات يورو ألمانيا 2024 ليوم السبت، حيث يلتقي المنتخب السويسري مع نظيره الإيطالي على استاد الملعب الأولمبي في دور 16 في تمام الساعة 5 بتوقيت المغربي، 4 بتوقيت غرينتش، و7 بتوقيت مكة المكرمة. فيما يخص القنوات الناقلة، هناك قنوات بي إن سبورتس ماكس 1، بي إن سبورتس ماكس 2 بتعليق العربي، قنوات LA1 و LA2 على قمر تشيسبازات المجانية، وقنوات RTL وبي بي سي على قمر أسترا. أما في المقابلة الثانية، يلتقي صاحب الأرض والجمهور المنتخب الألماني مع نظيره الدنماركي على ملعب سيجنال إيدونا بارك على الساعة 8 بتوقيت المغربي، 10 بتوقيت مكة المكرمة، 7 بتوقيت غرينتش. فيما يخص القنوات الناقلة، هناك قنوات بين سبورتس ماكس 1، بين سبورتس ماكس 2 بتعليق العربي، قنوات LA1 و LA2 على قمر هيسباسات المجانية، وقنوات RTL وبي بي سي على قمر أسترا. ننتقل إلى القارة الأمريكية وكوبا أمريكا، ومباراة تكسير العظام بين المنتخب البرازيلي ومنتخب الباراغواي التي ستنطلق في حدود الساعة 2 ليلا بتوقيت المغربي 1 بتوقيت غرينتش 4 بتوقيت مكة المكرمة. فيما يخص القنوات الناقلة، هناك العديد من القنوات، سنكتفي بذكر قنوات التي يسهل التقاطها، وهي قنوات سبورت ديجيتال البرتغالية، وهناك قناتان مجانيتان هما إي سبورت 3 وتي في 3 على قمر اتش إسبازات، وسبورت تي في 2 برتغال. ننتقل بكم إلى الدور المصري ومقابلات الثلاثة التي تجرى اليوم السبت، وتجمع بين الاتحاد السكندري والداخلية على استاد الإسكندرية برسم الجولة 28 على الساعة 5 بتوقيت المصري على قنوات أون سبورتس. فيما يلتقي بلدية المحلة بضيفه NB على استاد السويس الجديد على الساعة 2 بتوقيت مصر. تختتم مباريات اليوم السبت بلقاء الزمالك المصري وسيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة الدولي الساعة 5 بتوقيت مصر. يلتقي فريق الحسين والوحدات في نهائي بطولة كأس الأردن لموسم 2024 عند 7:30 مساء السبت 29 حزيران على استاد الحسن. وكان فريق الحسين حسم تأهله إلى النهائي بفوزه على ضيفه السلط بالركلات الترجيحية 3-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، فيما عبر الوحدات نظيره شباب الأردن بهدف نظيف ليضرب موعدا في النهائي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.